أنا الأستاذ علي مقبول، أحد أهم مزارعي النخيل في مصر. شاب مكافح عامل شغل لازم يتشاف. علي احنا جينا له من اسكندرية لحد اسماعيلية من الصور والفيديوهات الجميلة اللي بعتها لنا. أولا علي معتز جدا بالنخلة المصرية بتاعتنا، وبيقدر وبيقدم نصايح ازاي عايز ينافس السوق والنخيل المستورد، وهيشرح لكم ده. استاذ علي اهلا بيك. الله يبارك في حضرتك. طبعا انت مهندس قدير ومزارع محترف وبتشتغل بايدك في الارض، واحنا حبينا نيجي نوري الناس على الطبيعه اللي هو عنده. عايزك الاول يعني ألف باء زراعة بيقولوا ممنوع إن إحنا نزرع تحت أشجار النخيل. عايز حضرتك تكلمني. أنا شايف مانجا مزروعة، ليمون مزروع، قشطة وجوافة وزيتون وكلمنتينا، وعلى مساحات. في جوه كمان تفاح مزروع في جناين النخل. والنخل الفدان واخد 65 واخد 116 نخلة على مساحة 6 في 6. الفدان 4000 متر 4200 متر بينزرع على مساحة 6 في 6، يعني الفدان بياخد 116 نخلة حياني. بعكس البرحي بينزرع على مساحة 8 في 8 بياخد 65 نخلة. الحياني البرحي بيطول على ما بيطول، وتاني حاجة نخلة عملاقة ما ينفعش يتنافس معها أي زراعة نخل تاني. ده بالنسبة للنخل الخليجي اللي هو دخل علينا من بداية زراعة 2009. تمام. كان هي عندنا النخلة الحياني. فالنخل الحياني زي ما انت شايف. عايزينك الأول تشرح لنا ايه مميزات. ليه انت كلمتنا الأستاذ علي كلمنا او الباشمهندس علي كلمنا وغيران اللي احنا طول الوقت بنتكلم على البرحي وعلى الميجادول، واتصل بيا شخصيا وقال لي احنا عاملين شغل نخيل في مصر لا يقل شأن عن اي نخلة على مستوى العالم. طبعا جيت له هنا لحد اسماعيلية عشان اشوف الموضوع ده. هنفاجئكم بفيديوهات النخيل البرحي بيمتاز بانه بيتظهر بدري، يعني بيشتهر بين 2 3 وبيبدا يشوف الطرح بتاعه. اتفاجئنا. في مشكله برضه في البرحي حضرتك. انا مجربها وعارف ان بروح مزارع الناس ومتابعها. المشكله ان زهره البرحي صعبه التلقيح. الزهره بتاعت الانثى نفسها مش في اللقاح، لان الناس بتحسب ان اللقاح نفسه اللي هو يقول لك انا هجيب الغنامه، انا مش هلقح بالبلدي مثلا، انا هجيب الغنامه وعبد الجبار او الاربع فردات وكده. المشكله مش في اللقاح نفسه، الانثى نفسها الزهره بتاعتها مش متماشيه مع الجو. يعني في ناس مزارع كان نسبه اللقاح فيها بالنسبه للبرحي كانت 10% السنه دي. تمام. وفي 15% وفي 50% بس. تمام. في الانثى. لكن بالنسبه للنخل الحياني فهو عصبه النخله المصريه من قديم الازل. وطبعا معروفه النخله الحياني انها كرطب معروف للمستهلك المحلي، وفي نفس الوقت بتصنع عجوه. لكن بالنسبه للبرحي فهو بلحه فريش بتتاكل طازه، موسمها 40 يوم. لكن الحياني بالنسبه لانتاجه فبيقعد معايا سنه، وممكن يخش في السنه الثانيه لانه بيتخزن كعجوه. فانت لما تبص يعني حضرتك في الفترة اللي جاية بالنسبة للحياني والبرحي، فأنا برجح خليك مع السادة المشاهدين من خلال الكاميرا. الله يبارك في حضرتك. وركز معاهم وقول لنا كمان يعني الناس كلها عايزة تزرع برحي عشان جدواها الاقتصادية. يعني كل الناس حقيقي أنا مع حضرتك. عايزني تفهمني أو تفهم السادة المشاهدين تمام. إيه الفرق والجدوى الاقتصادية ما بين فدان هنزرعه وهنوريهم بعينيهم يعني إن شاء الله نروح نزرعه من البداية تمام. يشوفوا إيه الفرق ما بين النخيل البرحي والنخيل الحياني في جدواه الاقتصاديه. يعني احنا لو عندنا 2 فدان دلوقتي تمام. هنزرع فدان نخيل برحي، والفدان الثاني هنزرعه نخيل حياني. تمام. خلاص تمام. عايزين نعرف ده هيكلفنا كام وده هيكلفنا كام، وده هيعود علينا بكام وده هيعود علينا بكام. بسيطه جدا. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله اكبر الله اكبر، عزة لله. بالنسبه لعدد فسائل الحياني في المزرعة في الفدان 116 نخلة. بالنسبة لعدد فسائل البرحي 65 نخلة. بالنسبة لسعر الفسيلة الحياني تمام دلوقتي يعني 150 جنيه تمام. بالنسبة للبرحي عاملة 1800 جنيه إلا أن كان توصل كمان 2000 جنيه. بالنسبة لإنتاج النخلة الحياني تمام من 200 زي ما انت شايف حضرتك اهو. يعني احنا في اخر السنه ولسه شوف بسم الله ما شاء الله خير اهو فوق. ولكن يعني النخله بتشيل من 200 ل 450 كيلو
ما شاء الله. احنا تمام. شايفين وهنعرض ده في الفيديو. فبالنسبه للبرحي فهو من 200 برضه ل 400 كيلو، بس متوسط انتاج الفدان البرحي 18 طن. بالنسبه من 15 ل 18 طن. بالنسبه للحياني من 20 ل 23 طن. يعني حضرتك قلت لنا ان انت بتقدر تتفوق على النخيل البرحي من حيث الكثافه العدديه عدد الشتلات او الفسائل داخل الفدان، دي حاجه. والانتاج بتعداه في الانتاج. ببص بالنسبه للسعر السنه دي، لما انت تبص يعني 15 جنيه بالنسبه للبرحي في الجمله، تمام، من 15 ل 20 جنيه. تمام. بالنسبه للحياني كرطب معروف للمستهلك المحلي السنه دي ما قلش في جمله عن 8.5 عندنا من تحت النخل التاجر بيجي ياخده. تمام. في القطاعي وصل ل 15 جنيه. تمام. السنه دي في كميات عجوه السنه دي اتصنعت عشان هتتغلف بطريقه صحيحه، ويا رب يتم تصديرها، لان دلوقتي العجوه يعتبر العالم كله عايز عجوه. في الازمات الاقتصاديه اللي انت شايفها دلوقتي العالم كله عايز عجوه، بس العجوه المصريه طبعا تتميز. مصر بفضل الله سبحانه وتعالى تتميز بلدنا بالنخله الحياني اللي مش موجوده في العالم. طيب. اللي ما حدش مهتم بيها غير احنا هنقول كلام بسيط يفهمه الساده المشاهدين. فضل. ان انت حضرتك قلت ان انت عندك الفسيله بتعملها بحوالي 200 جنيه، يعني يجي يشتريها ب 200 جنيه. والفسيله في النخيل البرحي تقريبا بتكلف 2000 جنيه. مظبوط حضرتك، مظبوط. في ناس هتقول لك والله ده الفدان احنا لو زرعناه حياني حتى لو الفسيله رخيصه الانتاج هيبقى قليل. انت بتقول لهم ان انت الفدان بيشيل عدد اكبر من النخيل من الفدان البرحي. مظبوط. وكذلك انت بتتفوق عليه في الانتاج لانك بتقدر تزرعه على مسافات متقاربه. مظبوط. تقريبا 4 متر لحد 6 متر عشان ازرع شجر تاني تحت منه زي ما انت شايف. وفي نفس الوقت زي ما هنعرض لحضراتكم تحت النخيل مانجا وكلامنتينا وتفاح ووافة وزيتون. يعني في نفس الوقت استغلال امثل يعني. وفي حاجه كمان حضرتك، احنا لما زرعنا، انا راجل من اللي كنت حابب مشروع النخل البرحي جدا، وعملت دراسات جدوى. كانت مهندسين كانوا وانا شغال يقولوا لي علي يقول لنا هي بتخلف قد ايه وبتنتج قد ايه وبتعمل وبتدي انتاج بعد قد ايه، وكانوا يكتبوا. والمهم هي عملوا دراسات جدوى وادوني اياها. انا راجل نخال اساسا. تمام. انا راجل نخال بكرم ودني ولقح، ولكن اشتغلت في النخل الخليجي. اول ما جابوني اتعاملت معاه. بعد كده مفيش حاجه مؤثره على الاثنين الاول، يعني مفيش الانتاجيه بتاعت المانجا ما بتتاثرش بالنخيل. لا ولا العكس. لا، ده ليه رش وده ليه سجيه وكل حاجه لها نظام. ما بيأثرش في حجم كميه الانتاج. لا بس هو حتى سبحان الله يعني بنصوم احنا النخل يومين قبل في ايام قبل ما ينضج يعني هو طارح، بس قبل ما ينضج عشان بحيث ان احنا نحافظ على البلحه. لكن بدي اقول لحضرتك على حاجه قبل ما تقول لي على حاجه عشان ده هنقطع في الفاصل، عينك ما تنزلش من على الساده المشاهدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هكمل ارد على سؤال حضرتك. بالنسبه للمانجا وبالنسبه للنخل فهو يعني ايه بيتقاربوا مع بعض في موضوع السقيه والرش. لكن بالنسبه لما زرعنا كان النخل البرحي، اكمل لحضرتك السؤال اللي كنت بتكلم فيه، كنا زرعناه على انه هينباع تصدير زينا زي العراق زي الكويت زي السعوديه، ولكن البرحي اجالنا عن طريق الانسجه، زرعناه عن طريق الانسجه، وطبعا ما اداناش نفس الجوده اللي هي مطلوبه عالميا، اللي الكيلو بتاعها في الخارج في اوروبا مثلا والمانيا كان بيعادل، انا كنت بقرا وكنت متابع، فكان معادل مثلا 150 جنيه. الكلام ده في 2000 و2015 و2016. ولكن للاسف ما فيش اي مصانع تعبئه وتغليف تصدير برحي من مصر بينباع للمستهلك المحلي. كان الكيلو اول 50 جنيه ضل ينزل زي ما انت شايف، والعدد بدا يزيد تقريبا. تمام. يعني بنرجع لارضنا الواقع اللي هو النخله بتاعتنا الحياني، لان البرحي بلحه فريش هتتاكل طازه. المواطن عندنا مش هيضل ياكل بلح طازه فريش، عايز حاجه يبقى خزين بالنسبه للعجوه يعني بالنسبه للرطب. حضرتك بتراهن ان النخيل الحياني هيصمد في المنافسه قدام النخيل البرحي؟ هيعدي النخيل، لانه العالم هيحتاجه. العالم كله هيحتاج يستورد النخل الحياني، العجوه الحياني بالاخص. حتى الناس هتبطل تبيعه كرطب، لان هتستغله كعجوه. العجوه مخزون استراتيجي، لا محتاج اي تدخل من اي بشري، لا محتاج مواد حافظه ولا ثلاجات ولا انها بتتخزن في صفايح، بس عايزه تعبئه بطريقه صحيحه ويتم تصديرها وما عليهاش اي قلق. بما انك بتشتغل في النخيل، عايزين نعرف مدى مقاومه النخيل الحياني للآفات
او سوسة النخيل او الحشرات مقارنه بالنخيل البرحي؟ يعني انه اكثر مناعه واكثر مناعه بفضل الله سبحانه وتعالى. وحقيقي والله انا ياما دايق قطعت واخد بالك من الشغل في مكافحه السوسه، تمام. ولكن دلوقتي انا الحياني بفضل الله سبحانه وتعالى يومين التكريم وانا بكرم بروح جاي ايه مبدر بعد الاكرامه، لان ريحه السوسه بتيجي على الريحه بتاعت الايه الكحوف بعد ما بكرم، فبرش ايه ملسن وكده وبحصن كده النخله كده تمام كده. لكن بالنسبه للبرحي تعالوا انا افرجكم ان في مزارع والله بنرشها كل 15 يوم وكل شهر وبنلقى فيها اصابات حقيقي فيها حضرتك. انا افرجك على مزارع انا ماسكها كمان والله وبرشها كل شهر وكل 15 يوم وبلقى فيها اصابه. لو يعني المزارع موجوده وجنب مننا هنا برضه. طيب المزارع للنخيل الحياني محتاج ايه؟ يعني لو عندكم شكاوي او رسائل للسيد وزير الزراعه عندنا مشكله تكون ايه؟ مش عندنا مشكله جامده جدا جدا، وانا خايف والله على النخل الحيانه انها تنقرض حقيقي اقسم بالله. احنا المشكله كلنا بنعيشها هنا، كل المنطقه هنا بنعيشها ويمكن العالم كله بيعيشها، بس بمعنى يعني ملخص الكلام احنا بنعيشها ليه بقى؟ لان كان زي ما انت شايف النخل ده عمره اكتر من 70 سنه و80 سنه، تمام. ولكن بدا لو انت التفت بالكاميرا ورا بدا ينشف من تحت. ليه؟ لان احنا يعتبر هنا احنا في الاسماعيليه، جنب مننا هنا السويس وبعد كده هنا بورسعيد، يعني هنا البحر الاحمر والبحر الابيض وهنا قناه السويس، تمام. نسبه النخل هنا بسم الله ما شاء الله بنودي على جميع المحافظات، وبنطلع بلح تصدير زغلول من هنا كمان، تيجي لنا البرادات تحمل من هنا، تمام. وبتيجي لنا عجل من من جميع انحاء الجمهوريه، من كفر الشيخ ومن اسكندريه ومن العبور ومن دمياط، وبيجي لنا عجل من كل انحاء الجمهوريه. اللهم صل على سيدنا محمد. المشكله اللي بنقابلها ان نسبه راشح الميه ارتفعت، فصار النخل ده يعني صار بينها وبين النخل ما يكملش شبرين بالظبط. انا قايسهم وهفرجك ان شاء الله بكره كده باذن الله، هفرجك على الكلام ده. النخله لما طلع عليها الراشح فقعت ماتت، كتير نخل اتدمر ومات زي كده. فاحنا بنقول اللهم صل على سيدنا محمد، عندنا اراضي صحراويه كتيره جدا جدا في مصر، يا ريت لو نستغلها بزراعه الفسائل النخيل الحياني اللي هي نخله